اخر حاجه سمعتيها بيديك شنو كانت؟ غالبا قبل ما تصفر صافرات البدايه على الاقل شفتي عشرات التحليلات وشفتي ساعات ديال الفيديوهات باش تعرف شكون غادي يربح. ولكن واش عمرك سولتي راسك شكون الرابح الحقيقي من هاد الساعات كامله؟ اللاعب اييه، الفيفا حتى هي، وصناع المحتوى حتى هما، حيت كل واحد فيهم كينتج واحد الحاجه وانت كتستهلكها. وهنا كاين واحد المبدا معروف في علم النفس: العقل كيبني الاحساس بالانتماء بسرعه. كتبدا تقول ربحنا خسرنا، خصنا نبدلوا الخطه، مع انك ما قصتي لا الكره لا الملعب. هذا الميل للانتماء للجماعه معروف في علم النفس الاجتماعي، وكيخلي الانسان يدمج الهويه ديالو مع المجموعه اللي كيشجعها. انا ما كنقولكش ما تتفرجش، بالعكس استمتع بالماتش، ولكن من بعد 90 دقيقه سول راسك شنو الحاجه اللي حتى انا نقدر ننتجها، فيديو، فكره، مهاره، ولو مشروع صغير. حيت الفرق بين اللي كيبني الايام اللي جايه واللي كيبقى غير يتفرج فيها هو ان الاول كيخلق قيمه والثاني غير كيستهلكها. جاوب راسك بصراحه، اخر حاجه سمعتيها بيديك شنو كانت؟ اخر حاجه سمعتيها بيديك شنو كانت؟